بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيه رأيكم بقى في الحاجات الحلوة دي؟ إيه رأيكم في الجمال ده؟ إبداع يعني، سبحان الخلاق العظيم بجد. شكل وطعم بجد تحفة يعني فوق الخيال والله. كان طعمه حلو بجد. صح يا كان طعمه رودي؟ حلو، أيوة. رودي كانت حبيتها جدا وما خفتش منها يا جماعة، زي الأطفال اللي بتخاف من الحاجات دي. اللي أول مرة يشوف قناتي فضلت. بقى يشترك فيها ويفعل زر الجرس واعملوا شير ولايك ودعوة حلوة في كومنت. يا رب. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ شوفوا بقى كده، كانت مستوية على الآخر وكان ريحتها وطعمها تحفة. شايفين القلب بتاعها؟ وكانت مليانة لحم وجميلة جدا. ايه رأيكم فيها؟ تعالوا بقى نشوف الطريقة اتعملت ازاي. ما خدتش 10 دقايق. التنظيف انا هنا نقعتها في مية فترة كبيرة، يعني حوالي ساعة كده، علشان لو فيها اي رمل او اي حاجة تنزل في المية. أيوة. شايفين حتى لون المية اتغير. فانا كده بعد النقع هفضل بقى ايه اغسلها. فبتتغسل غسيلها سهل جدا. تحت المية كده بتروحي بتشيلي كل الزيادات اللي موجودة من ناحية ايه البق بتاعها كده. تمام. انا طبعا كنت منضفاها وسبت واحدة بس عشان اوريكم التنظيف بتاعها ازاي. اهي شايفين ما شاء الله حجمها كان حلو جدا. هي دي طبعا ديكورة. بصوا كانت زرقاء أوي ازاي. وبعد كده كانت بتحمر. زرقاء، بصوا كانت طويلة. هنا بقى طبعا بشيل الجزء الزيادة ده وبنضف تحته كويس جدا. ومن عند البق زي ما قلت لكم بنشيل اي زيادات، اي شنبات ليها، اي حاجه بنشيلها وبنخليها نظيفه كده. والميه طبعا تحت الميه شغاله علشان لو في اي حاجه مستخبيه تنزل منها على طول. تنظيفها سهل خالص، يعني مش محتاج اي حاجه بقى، ولا دقيق ولا خل ولا اي حاجه خالص. تنظيفها سهل خالص، ما فيهاش اي حاجه. شايفين شكلها؟ سبحان الله، سبحان لا، الخلاق العظيم. أربع عيون. بس انا هنا بقى طبعا كنت نضفتهم كلهم بنفس الطريقه اللي انا قلت لكم عليها. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. بعد ما نضفتها كده هشطفها شطفه تاني وهحط عليها بقى ملح وهحط عليها ليمون. بس هو ده التنظيف بتاعها، وهي دي طريقه الغسيل بتاعها. ما فيهاش اي حاجه متعبه خالص خالص. يعني لو 10 كيلو هتخلصيهم في مش هكملي دقيقتين. شايفين بقى ما شاء الله كانت جميله بجد. ليمون وملح بس وخلاص على كده. هنقعها بقى في الليمون والملح ده برضو حوالي ساعة على ما اخلص بقية الحاجات اللي انا كنت بعملها التانية. وبعد كده هشطفها شطفة حلوة وخلاص على كده. اهي بنفس الطريقة دي هشطفها بقى شطفة حلوة. وبعد كده هرصها في الحلة بنفس الطريقة. هتترص بقى كده في الحلة بكل سهولة. شايفين عينيها بتبصلنا ازاي؟ ياسمين مستغربة بتقولي شفت عينيها بتبصلي. ما شاء الله بجد كان طعمها حلو جدا. والناس اللي بتقولك الديكورة لا مش حلوة والنوتي هي اللي احلى، على فكرة والله العظيم جميلة جدا يعني مش وحشة. وكان فيها لحم، بس هو الفرق بين الديكورة والنوتي ان النوتي بيبقى فيها بطروخ. هنا بقى حطيت توم مهروس وتوم صحيح، وحطيت خرطت قوطة وجزر وبصل وفلفل وحطيتهم. وحطيت كل التوابل بقى بتاعة السمك العادية اللي هو الملح والكمون والليمون وكده. تمام. حطيتهم بقى على البوتاجاز مع حبة مية صغيرين، حوالي نص كوباية مية. هي بقى بتنزل ميتها لوحدها. طبعا الشوربة بتاعتها دي احنا ما شربناهاش يعني. طبعا انا بعتذر بقى على صوتي لان انا عندي برد وصوتي ضايع. هنا بقى طبعا انتوا بتقلبوها يا اما باي معلقه، او ممكن تمسكي الحله وتنطقيها كده هي هتتقلب لوحدها. بس انا بصراحه ما عملتش الحركه دي علشان كان في حلل كتير على البوتاجاز وما كنتش عارفه اعمل الحركه دي، فبقيت عماله اقلب بالمعلقه. هو اصلا تقليبها سهل جدا على فكره. شايفين بقى لونها عمل ازاي؟ وهي كمان ما بتاخدش 10 دقايق على البوتاجاز، يعني ما بتكملش حاجه. شايفين بقى ما شاء الله اللهم بارك. لونها بقى من اللون التركوازي التحفه للون الاحمر ما شاء الله. بتغير لونها على طول زي الجمبري بالظبط. وكانت مليانه لحمه على فكره، وكانت ما شاء الله عليها حلوه جدا. شايفين عامله ازاي؟ اظن مفيش اسهل من كده. مفيش اسهل من تنظيفها ولا عمايلها بصراحه. يعني حاجه كده اللهم بارك. وكانت ريحتها جميله جدا، ولا بقى فيها زفاره ولا فيها اي حاجه خالص. ولحمتها جميله ومسكره وحلوه. كده خلاص انا سبتها بقى تغلي شويه وبعد كده هدفع عليها. طبعا البوتاجاز كان في ذمه الله يا جماعه.
هنا بقى خلاص استوت، شايفين عامله ازاي؟ تحفه. وعشان تعرفي ان هي طازه لازم تكون عينيها واقفه بالمنظر ده كده. لو عينيها مقطوعه او مدلدله كده تعرفي ان ديت مش صبحه. شايفه بقى الجمال واللون الجميل؟ شايفين بسم الله ما شاء الله، حاجه كده اللهم بارك يعني. جنبها بقى طبعا رز، جنبها سلطه، اللي انت عايزاه كله. انا هنا كنت عامله جنبها ايه اسماك كتير، فانا حبيت ابين لكم بس طريقه كل حاجه لوحدها عشان محدش يتوه. فهبقى اوريكم بقى بقيه الاسماك. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، ومع السلامه.